you a Merry Christmas and a Happy New Year. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. انا جايه لكم النهارده علشان اعمل الفيديو الناس كتير قوي طلبته مني، الفرق ما بين مفكرة سبيس والمفكرة بتاعه اجندة، او الاجندة بتاعه مفكرة والاجندة بتاعه سبيس. اللي هنقارن ما بينهم في حاجتين. اول حاجة الفرق الخارجي الشكل يعني، والفرق الداخلي. اول حاجة انتوا لو ملاحظين طبعا ان اجندة مفكرة بتبقى جاية من غير، او انا اشتريتها يعني من غير اي بوكس عليها، لكن سبيس هي في بوكس اصلا وجواها بوكس تاني وهي جوه. تمام. والبوكسز بتاعتها تقيلة شوية. قبل ما اتكلم في الشكل، اول حاجة ازاي اشتريتهم اصلا او جابولي ازاي. اول حاجة مفكرة، انا اشتريت الاول يعني طلبت اوردر الاول اونلاين. الكلام ده يعني من شهر مثلا، ولحد دلوقتي لسه ما جاش ولا حد بعت لي بيميل. لكن واشتريتها من مكتبة، في مكتبة في المعادي اشتريتها منها، وطبعا استلمناها بعدها باسبوع مثلا. لكن سبيس مجرد ما طلبتها اونلاين اتصلوا بيا تاني يوم، اكدوا معايا الحجز وبعتوها لي بعدها بيومين على طول. تمام. طيب بالنسبه للباكجينج، اول حاجه هي جايه في باكج لونها بالظبط شكلها بالظبط. طبعا دي تقيله، والكرتونه دي كمان تقيله برضو، بس يعني ايه يعني مش هتستحمل معانا اخر السنه. المقاس اولا، اول حاجه في الشكل. طبعا انتوا واخدين بالكم، ده شكلها كده ودي شكلها كده، المقاس هيكون بالظبط كده. واخدين بالكم، دي يبقى بالظبط قد كف الايد. يعني دي ممكن تكون لو حابين بنشيل شنط صغيره شويه دي هتبقى كويسه، لو بنشيل شنط عاديه دي هتبقى كويسه قوي، او ممكن تكون في المكتب يعني. تمام. تاني حاجه بالنسبه للستيكرز، اجندة سبيس معاها ستيكر بوكلت كشكول كده، بيبقى فيه ستيكرز كتيره. تمام. هما بالظبط 600 شيت، 600 ستيكرز. تمام. بالنسبه لمفكره هي معاها 4 شيتس. تمام، فيهم كل اللي احنا ممكن نحتاجه بالنسبة للأجندة. ده بالنسبة للستيكرز. بالنسبة للكوسترز اهو، الكوسترز اهي. تمام، كل واحدة فيها الثيم بتاعها. بالنسبة لأجندة سبيس هم أتقل شوية لكن الفينش مش تمام. بالنسبة لأجندة مفكرة هم شوية خفاف لكن الفينش فلة جدا يعني. تمام. وهنشوف برضو هنحفظهم ازاي ونحافظ عليهم. انا قلت الكلام ده في الريفيوهات اللي قبل كده، بس هنعملهم معاكم لايف ان شاء الله. بالنسبة للبوك مارك اهم، بتاعت مفكرة اتقل يعني، خامتها اعلى من دي. يعني بصوا دي عاملة ازاي، بصوا دي عاملة ازاي، حتى باين السمك يعني. الفرق بس ان دي فيها هنا تانية كده، دي ما فيهاش. تمام. ومن ورا مش مكتوب عليها حاجة، فهي بوك مارك بس. بتاعت مفكرة هي بوك مارك بس مش مكتوب عليها حاجة من ورا. لكن بالنسبة لسبيس فهم دامجينها مع بعض، الاتنين مع بعض، ان هي تبقى كارت لو هدية لحد وبوك مارك برضو. بالنسبة لي دي مش عملية يعني، مش هبعت لحد كارت كبوك مارك. تمام. دي حاجة تحسب لأجندة مفكرة ان هم حاطين فيها كارت معايدة مثلا او كارت هدية. دي حلوة جدا بالنسبة للمفكرة. تمام. اللي موجود بقى هنا الفرق بين الورقتين دول، كل واحدة جاية معاها ورقة. دي جاية معاها الرابنج بيبر، الورقة اللي احنا هنغلف بيها الأجندة لو عايزين طبعا. ودي هي مش رابنج بيبر، هي زي وول أجندة على الحيطة يعني. تمام. اهي مش هتفتح، اوريها لكم بس بسرعة كده. كل التفاصيل دي موجودة في كمان في الريفيوهات موجودة يعني. ده شكلها بشكل عام. تمام. في طبعا الثيم بتاعها فوق كده. تمام. يعني سبيس مش معاها رابنج بيبر، هي اوريدي في البوكس بتاعها ممكن يروح هدية بفيونك كده. تمام وخلاص. الحاجة الزيادة اللي تحسب للمفكرة ان هي معاها نوت بوك كتو دو ليست. تمام. دي مش موجودة بقى في مفكرة. طيب ده بالنسبة للشكل الخارجي. بالنسبة بقى للشكل الداخلي هنحط كده الحاجات دي كلها كده على جنب. ندخل بقى ايه على الشكل الداخلي. اول حاجة بالنسبة لأجندة مفكرة فهي فيها هنا بوكيت. أجندة سبيس ما فيهاش بوكيت. تمام. بعد كده هم عاملين هنا شوية ايه ديكوريشن كده، وبعد كده الثيم كله بينك.
يعني لو ولد اعتقد مش هتعجبه الاجندة بتاعت مفكرة يعني. تمام. من جوه الدنيا هادية وسايب لك مساحة ان انتي تلوني او تعملي الاشكال اللي انتي عايزاها، اللي انتي عايزاه خالص، كله 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 يعني الكاميرا بس. تمام. فهو سايب لك المساحة زي ما انتي عايزة يعني. تمام. بالنسبة هنا موضوع لا مختلف، الالعاب بقى والالوان وكده. من وجهة نظري شايفة ان مفكرة الاجندة بتاعت سبيس للاطفال اكتر، او للبنات الصغيرين اكتر، او للي بادئين في الموضوع اكتر، لسه بادئين فمش حابين الموضوع يبقى كده يخشوا من الدار للنار يعني. فدي حلوة ولذيذة بالنسبة للالوان. بالنسبة لدي مفكرة فهي لطيفة جدا، بتبقى للكبار اكتر. الفرق كمان ما بينهم انه اجندة مفكرة فهي اجندة اسبوعية، تاخد اسبوع على بعضه، لكن اجندة سبيس فهي اجندة يومية ومدياكي مساحة لكل يوم لوحده على حدة وانتي تعملي الديكور بتاعك. الحاجة كمان اللي تحسن في المفكرة ان فيها اللي هي السمارت اجندة، يعني فيها هنا زي QR كود بان احنا بنشوفها كل يوم، فدي حاجة نوع من الحماس شوية بالنسبة برضو للناس الجديدة في الموضوع او الصغيرين في السن. بالنسبة هنا فهي الأماكن شوية ممكن تكون ضيقة على أساس الناس لو ليها مهام مش كتير، أو الناس محددة ايه المهامات بتاعتها يعني. تمام. بالنسبة للديكور زي ما قلت لكم هنا بالنسبة للمفكرة الموضوع هادي جدا. بالنسبة لسبيس ففي ألوان وحركات وكده. الاتنين مش هنعرف نضيف فيهم أوراق كتير، يعني لو حبينا نضيف أوراق زيادة في اللي موجود مش هنعرف. الألعاب اللي هنا مش موجودة هنا، والألعاب اللي هنا مش موجودة هنا، غير هو بس يا دوب يعني الحاجات اللي هي الكومن قوي يعني، الافلام اللي شفتيها اللي بتحبيها الكلام ده. الاماكن اللي عايزه تروحيها، السفريات موجود هنا في الاغلب الاتنين. والاتنين واخدين بالهم شويه من نظام الدايت بتاعك، سواء كان شرب ميه او رياضه. تمام. ده بالنسبه للكفر، الاتنين الكفر بتاعهم هارد كفر، الاتنين كرتون. تمام. والاتنين ليهم اللي هي دي، مش عارفه اسمها ايه بصراحه، بس هي دي انا اللي ضايفه لها دي بصراحه يعني، هي ما كانتش جايبيها. تمام. بس ده بالنسبة للأجندة. من جوه زي ما قلت لكم هي يومية، بتسيب مساحة أكبر، وفيها الQR كود، واللعب بتاعتها حلوة جدا. الحاجة اللي مش موجودة هنا في دي ان هي ما فيهاش تو دو ليست، وما فيش فيها الير كالندر، يعني ما فيهاش فيها شكل السنة كلها غير في الآخر. وما اعرفش ان في ناس كتير هتعرف تتعامل معاه ولا لأ بالشكل ده، مش عارفة يعني. تمام. وبرضو بالشكل ده يير كالندر، معرفش برضو الناس هتعرف تتعامل مع المنظر ده او لا. تمام. وكله بيتكلم عن الجولز بس كله ايه بطريقته يعني، وايه العادات اللي احنا عايزين نخليها في السنة الجديدة، وايه العادات اللي احنا هنشيلها. اللي موجود هنا في أجندة سبيس ان هي بتتابع معاكي اكتر الميزانية. هنا ما فيش الميزانية، مش مهتمين بالموضوع اوي يعني، او ممكن يكونوا مهتمين بس ما خدتش بالي. لا مهتمين برضو ان هم يشوفوا ايه اللي احنا اللي هو لو احنا حوشنا حاجة، بس هم حاطينها على شكل برطمان تقريبا اهي. ده لو احنا عايزين نحوش حاجة يعني. تمام. هما تقريبا نفس اللعب تقريبا يعني واحدة، لكن بالنسبة للأجندة فهي موضوع مختلف. هنا بالنسبة للأجندة هي على طول بادئة على طول من مانداي، فما فيش فرق قوي، او احنا مش حاسين في أجندة مفكرة ان في فرق ما بين الأسبوع والأسبوع، على عكس مفكرة بتبتدي كل أسبوع بيوم الاثنين. اهو ادينا دخلنا مثلا على أسبوع جديد اهو، يعني بدأت بالماندي. تمام. الأسبوع اللي قبله بدأ بالماندي برضو. تمام. الأسبوع اللي قبله برضو بالماندي. فهي بتبتدي على طول أسابيع من يوم الاثنين، إنما الموضوع في مفكرة أيوة ممكن يكون أريح. تمام. في سبيس سوري، الموضوع في سبيس بيبقى أريح، هو مش متحدد فين الأسبوع آخره من أوله. ده بالنسبة للفرق ما بين أجندة مفكرة وأجندة سبيس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حاولت أعمل الفيديو قصير على قد ما أقدر. يا رب يكون عجبكم وأكون وفيت الأجندتين حقهم. تمام. بالنسبة لي الفيديو هو مش سبونسرد خالص، أنا اللي مشتريه الاتنين. بالنسبة للسعر سوري، بالنسبة للسعر أجندة سبيس فهي كانت بالشيبنج بتاعها بالتوصيل بتاعها كانت 120 تقريبا،
بالنسبة لأجندة مفكرة فهي كانت ب90 جنيه بكل الهدايا بتاعتها. ده في الفرق بالنسبة للأسعار. يا رب يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله. هتمنى إن أنا أشوف الكومنتات بتاعتكم تحت في الكومنت، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب طبعا عشان يوصلكم كل جديد. بالنسبة احنا كصفحة او قناة ريهام محمد، في لينا بيج على الفيسبوك. اتمنى كمان تبعتولي صور الحاجات اللي انتوا بتتابعوها معايا، لو حابين تبعتولي صور طبعا وندردش بخصوصها. كمان حابة اشكر في متابعة ليا موجودة على الفيسبوك، تاني متابعة جديدة كلمتني على الفيسبوك بس هو اسمها مش واضح قوي، بس عايزة اقول لها انا مبسوطة ان انتي كلمتيني ومبسوطة ان انتي تفاعلتي معايا. وحابة أشكر البنوتة كمان اللي قالت لي إن هي ابتدت تكتب في الأجندة بتاعتها. أنا بعد الفيديو ده هبتدي آه، أنظم الدنيا يعني، عشان لسه ما كتبتش في الأجندتين أو ولا واحدة فيهم صراحة. فأنا بشكر كل الناس اللي بتتابعني، وبجد متابعتكم ليا ده دعم وبيخليني أعمل أحسن، وآراءكم بحاول أخد بيها، ويا رب أكون بفيدكم على قد ما بقدر. آه، اتمنى انتوا تشرفوني في البيج على الفيسبوك. وكمان يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تسيبوا لي رايكم تحت في الكومنت سواء كنتم موافقين او رافضين. رفضكم بالنسبه لي بيبقى مهم برضو. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم ان شاء الله، سنه منظمه وسنه جديده اهدافنا نقدر نحققها ان شاء الله. دمتم سالمين. باي باي.